بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله. فعلى خد شوية الأخبار دول. محمود الخطيب عقد اجتماع مع اللجنة القانونية للنادي الأهلي خلال الساعات القادمة. الخطيب استفسر عن خلال الاجتماع عن مدى قوة موقف النادي الأهلي من الناحية القانونية. الجلسة شهدت بحث السيناريوهات المحتملة حال تقديم الزمالك أو بيراميدز بأي شكل رسمية إلى الجهات المختصة، حيث يسعى الأهلي إلى حماية موقفه القانوني وضمان عدم تعرضه لأي قرارات تضر بمسيرته في منافسة على لقب الدوري المصري. حمزة علاء يرفض تجديد عقده مع النادي الأهلي ويميل بقوة للانضمام لنادي بيراميدز، يرى أن لديه مستقبل أفضل نظرا لإعمار الحراس بيراميدز وأيضا الراتب العالي الذي سيحصل عليه. الأهلي عرض رسميا على ياسر إبراهيم التجديد لمدة موسم واحد مع أحقية التمديد لموسم ثاني حال مشاركته في 70% من المباريات بالموسم الأول. ياسر إبراهيم يضغط للتجديد موسمين على أن يكون الموسم الثالث وفقا لنسبة مشاركته معينة في الموسم الثاني. رامي ربيعة يطالب وكيله بالبحث عن عروض محلية وخليجية تحسبا لعدم تجديده عقده مع الأهلي. تلقى يحيى عطية الله عدة عروض من أندية عربية وأوروبية تحسبا لعدم رغبة الأهلي في التعاقد معه بشكل نهائي. يستأنف فريق النادي الأهلي تدريباته مواجهة الهلال السوداني. المباراة القادمة للأهلي ستكون غدا القادم في إياب ربع النهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الهلال السوداني الساعة 9 مساء. مراسل الكرة يقال نقل تدريبات الأهلي إلى ملاعب أكاديمية مدينة نصر للتدريب على ملاعب النجيل الصناعي قبل السفر إلى موريتانيا. طارق كندير رئيس للبعثة الأهلي في موريتانيا في مباراة الهلال. منتخب مصر في مركز 32 عالميا وثالثا في قارة أفريقيا في تصنيف فيفا الشهري. ياريت الاشتراك في القناة ودعمنا بلايك.